الملا فاتح، أرحب بك في حلقة اليوم المباشر معه، وأريد أن نتحدث في هذه الحلقة في محورين أساسيين. المحور الأول هو واقع الأكراد السياسي، وحال المحور الثاني حال الجماعات الإسلامية في العراق عموما وفي شمال العراق خصوصا. وأبدأ من المحور السياسي باعتبارك أحد المتابعين والمهتمين بالشأن الكردي. هل مقولة أن الأكراد العراق هم أكثر المستفيدين مما جرى في فترة ما بعد الاحتلال، هل هذه المقولة صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من جانب الأحزاب الكردية خصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، نعم هما المستفيدان الأوحدان تقريبا في هذه الحالة التي برزت قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. أما عموم الأكراد لا أعتقد ذلك. طيب لماذا يعني معظم الحقوق الكردية هي أخذت، الأكراد يعيشون في استقلالية تقريبا شبه تامة؟ ولكن أنتم كما تعلمون يعني كانت حالة الأكراد قبل إنشاء الدولة العراقية في عام 1921 كانت أحسن من هذه الحالة التي هم فيها الآن، وعلاقاتهم مع الشعوب التي حولهم كانت أحسن حالا من الآن، وما كانت لديهم من الاحتفاظ بثوابتهم ومن ضمنها الاستقلال في القرار السياسي كان أحسن من الوقت الحالي. نعم، يعني على أي أساس أحسن؟ يعني لم يكن هناك دولة للأكراد، اليوم هم قاب قوسين أو أدنى من تكوين دولة. الدولة أظن بعيدة المنال الآن، ولكن الأكراد قبل 1921 على الأقل كانت لهم إمارات مستقلة وكانت مناطقهم موحدة، ولم تكن هناك هذه الحدود الملعونة مرسومة في مناطقهم بين إيران وتركيا والعراق. فالكردي العراقي أو الذي قلنا يعني الكردي العراقي كان له صلة بالكردي التركي والكردي الإيراني أو أكراد الشمال وأكراد الشرق، هي كلها كانت تشبه إمارة واحدة، والناس يذهبون ويأتون وعلاقاتهم طبيعية ومؤازرة بعضهم لبعض كانت أقوى. ولكن اليوم الحزبان الكرديان استغلوا الأوضاع كذلك لحزبيهما لمقاتلة أكراد آخرين، ولذلك قلت أنهم ذهبوا للحيتهم وضيعوا الشاربين أيضا. نعم.